الواحد ساعات ما بيسمعش بالسهل كده يعني. لما زمان كده حصل ان لقيت يعني قررت وانا صغير جدا، كنت لسه ما بقاليش سنه في الرهبانه ولا حاجه، وكان اب اعترافي مش موجود، فقلت فرصتي بقى رحت اعمل نفسي متوحد. دخلت قلايه وقلايتي وكتبت عليها ما حدش يخبط من بره ولا ينده بالصوت، ولا انا هبقى يعني قررت ابقى قديس. وطبعا قديس ايه وانت لسه بادئ يعني. ودخلت القلايه بتاعتي وقفلت على نفسي، وهاتك يا مطنيات وصلاة وايه واكل عيش ناشف بس ولا محجر كده وملح والميه دروبس، يعني مش راضي اشرب ميه، لا مش عارف الكتاب الفلاني المخطوطه الفلانيه قالت تشرب 75 نقطه ميه، فهي 75 نقطه ميه، يعني كنت بنتحر يعني. مش عارف كان واحد من القديسين كتب المخطوطه ده بعد ما عاش في الوحده لوحده 64 سنه. انا خدت من الاخر، قلت ابدا من الاخر عشان اكمل على نفسي بقى. فبعد وايه وبشتغل شغل نار بقى باليد، يعني كله تكسير وحجاره وبتاع، يعني عامل اقصى ما استطيع. فجي واحد من الابهات العواجيز جه قعد يخبط على الباب، فتحت له: ايوه يا ابونا. قال لي: بتموت نفسك ليه يا ولدي؟ قلت له: انا كويس يا ابونا الحمد لله وصحتي حلوه زي البومب. قال لي: يا ولدي انبا انطونيوس ظهر لي 3 مرات عشانك، وبيقول لك اطلع خليك مع اخواتك. قلت له: انبا انطونيوس ظهر لك 3 مرات عشاني؟ قال لي: اه. قلت له: ما ظهرليش انا ليه؟ قلت له: بعد 3 ايام عاوز ربنا يقول لي بصوره واضحه يس اور نو، اطلع ولا لا، يديني علامه واضحه جدا. قال لي: هو مش كفايه ان انبا انطونيوس ظهر لي؟ فراح قلت له: اه ظهر لك انت، ما ظهرليش انا، لكن انا مستني علامه واضحه من ربنا. ايه هي العلامه؟ ما اعرفش، اللي ربنا يدهوني، بس عاوز علامه واضحه. قال لي: مش كفايه انبا انطونيوس؟ قلت له: نديها ابونا 3 ايام مش هنخسر حاجه يعني. قال لي: خلاص يا ولدي اللي انت عاوزه، نصلي ونصوم 3 ايام. بعد 3 ايام ربنا اداني علامه واضحه جدا. القلايه كلها المبنى كله وقع اتهد عليا وكنت هموت، يعني حصل دمار يعني، وما قدرتش اتحرك وظهري اتكسر كله، ما قدرتش اقف على. فجم شالوني وحطوني في عربيه عشان ينزلوني القاهره، مش الدير بقى، مش طلعت وسط اخواتي، ده طلعت بره اخواتي كمان، وهم شايليني بقى في الاسعاف كده هيودوني. ابونا جه يجري قال لي: العلامه واضحه يا ولدي؟ قلت له: علامه واضحه يا ابونا؟ ده كنت هموت. فقال لي: انت اللي طلبت كده. فهو ربنا بيتكلم، بس المهم ان احنا نسمع. احنا ساعات مش بنسمع، بنسمع ونطنش، نسمع ونقفل ودنا، وربنا يبقى يقول لك الحاجه جواك في منتهى ما تعملش كده، ما تعملش كده، كده غلط وانت عارف انه غلط، وانت برضو تصمم على الغلط. فهو ربنا ازاي نسمع صوت ربنا؟ تبقى حنين وتديله فرصه يتكلم، هتسمع صوته كويس قوي بوضوح، لان ربنا ما بيتكلمش وسط الضوضاء، وانما وسط الهدوء.